بسم الله الرحمن الرحيم. أنا صلاح الدين بويا، رئيس رسم الدين المستمر لألعاب القوى، مدير مهرجان خطوات موسم طنطان. هذه الدورة السادسة، الدورة 17، الدورة السادسة دوليا. كنظن على أن السباق هذا هو غير تحدي رفعته جمعية المستمر الرياضي لألعاب القوى بطنطان. كنظن على أن على الرغم من الإكراهات وعلى الرغم من جميع المعيقات اللي تعرضت لها، ولكن هي أثرت على أنها كأبناء مدينة طنطان أنها التظاهرات حافظها على الانتظام ديالها، وعلى ان تقدم واحد المستوى عالي من التنظيم، وتقدم واحد المستوى عالي كذلك لابناء الاقليم باش يظهروا ويبرزوا في ميدان العاب القوى. هذه السنه كسنوات الفارطه على الرغم من الاكراهات الماديه والمعيقات، حاولنا ما امكننا ان نسخه الدار، وحافظنا على كل ما هو تقني من الجانب التقني باش تكون في مستوى الحدث. بطبيعه الحال كما قدمنا في الندوه الصحفيه قبل قليل العدائين الدوليين، عندنا جنسيات بطبيعه الحال المعروفه، عندنا كينيا، اثيوبيا، عندنا الكوت ديفوار، وعندنا الانجليز، عندنا واحد المجموعه ديال العدائين الدوليين. كذلك عندنا 50 عداء من اجود العدائين ديال المنتخب الوطني اللي حازوا على ماراطونات دوليه كذلك في اليابان وفي مختلف المناطق. كنظن على ان المستوى ان شاء الله غادي يكون عالي، وكنوعد ساكن في اقليم طنطان على ان هذه النسخه هذه ان شاء الله غتكون متميزه، اللي طلقنا عليها هذه النسخه طلقنا عليها دوره المرحوم محمد السنقار، اللي غادي يكون ذكرى الأربعينية لوفاته والاطفال اللي كانوا معه من بعد 6 ايام. كنظن على ان شاء الله نشكروا الجميع بطبيعه الحال اللي ساعدونا من قريب ومن بعيد، ونتمنوا ان طنطان توفر لها امكانيات اكثر. هذا المستوى الرياضي مستوى مهم، حنا كنحاولوا ما امكننا بالامكانيات الذاتيه اللي قدرنا عليها، ولكن كنتمنوا من الجميع انه يولوا واحد شويه ديال الاهميه قطاع الرياضه، لانه في المستوى. واكبر دليل ان غدا ان شاء الله في وقت السباق راه غادي يتكرموا جوج ابناء طنطا اللي فازوا ببطوله المغرب في الاسبوع الفارط في القفز الطولي وفي 1000 متر. كنظن على انها مدينه واعده وتستاهل منا اكثر من الجهود، وحنا كنبذلوا اللي قدرنا عليه، ونتمنوا التوفيق من الجميع.